السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة يا حبايبي ان شاء الله هنعمل مع بعض البانيه بطريقة سهلة وجميلة جدا لأي حد بيشتكي منه لما بيقليه. القشرة اللي بتبقى على البانيه الطبقة الخارجية ممكن تقع احيانا، في ناس بتقولي الطبقة بتقع مننا في الزيت وما بيبقاش متماسك، بيبقى ناشف مننا بعد ما نقليه. فان شاء الله النهاردة بأحسن وأسهل تتبيلة، مش هنستهلك مواعين كتير، كله ان شاء الله يبقى في حاجه واحده بامر الله، وهيطلع معاكم ان شاء الله احلى بانيه مقرمش من بره وطري من جوه وجوسي وتحفه. نسمي حبايبي بسم الله. انا هنا معايا نص كيلو بانيه مغسول كويس جدا بميه بقى، طبعا نعينه في ميه وليمون وملح وزي الفل اهو زي ما احنا شايفين. تمام، هنعمله بقى التتبيله بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا معايا بيضه، خلاص هحط عليها ملح وفلفل، مش هحط اي توابل خالص غير ملح وفلفل بس، ولا بقى قرفه ولا الكلام اللي بنسمعه ايه الجديد ده. تمام، يبقى ملح وفلفل. عايزه تضيفي توابل من عندك زياده ضيفي، طبعا دي حريه شخصيه. التوابل بالذات حسب ما احنا بنحب. عصير ليمونه، تمام، وميه بصله. دي بصلايه انا بشرتها بالمبشره وصفتها كويس جدا. هناخد الميه بتاعه البصله بس، التفل مش عايزينه، عشان ده برضو من احد اسباب ان القشره الخارجيه للبانيه بتقع، بتفصل عنه لما بتقليه. يبقى احنا خدنا بس ميه البصله، بيضه، ملح وفلفل وعصير ليمونه. اخر حاجه هستخدمها هي علبه زبادي. علبه زبادي بتدي طراوه للحم البانيه بتخلي ريحته وطعمه حلو جدا. هنقلب بقى كل التتبيله دي مع بعض كويس جدا جدا. كده خلطنا كل المقادير بتاعه التتبيله بتاعتنا. هنضيف بقى البانيه بتاعنا على التتبيله. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب الفراخ بتاعتنا مع التتبيله كويس جدا، ونسيبها بقى ساعه ساعتين. كل ما تقعد في التتبيله اكتر كل ما تديني طعم احلى ونتيجه احلى، والتتبيله تتخلل كل الانسجه بتاعه الفراخ. عايزه اقول لكم كمان ان التتبيله دي حبايبي عشان ما فيهاش توابل كتير، فهنحس بطعم لحم الفراخ واحنا بناكله باذن الله. ان شاء الله تاكلوا احلى بانيه. هنسيبها بقى في التتبيله ساعه ساعتين على ما نخلص كده الرز ونعمل حاجتنا، وبعد كده ان شاء الله نرجع مع بعض نشوف هنكمل وصفتنا ازاي النهارده حبايبي ان شاء الله. كده حبايبي البانيه بتاعنا اتبل وخد وده في التتبيله تمام، وخد وقت كفايه جدا. عملنا بقى الخلطه الخارجيه اللي هنتبل البانيه بيها ان شاء الله. هي عباره عن بقسماط عليه دقيق عليه ملح وفلفل، يعني كوبايه بقسماط عليها حوالي نص كوبايه دقيق او اقل شويه. تمام، وحطيت ملح وفلفل. والسر بقى كله في اللون الذهبي الحلو اللي احنا بنشوفه في المطاعم، هو نص معلقه صغيره كركم. عايزه اقول لكم بتخلي لون البانيه ذهبي في منتهى الجمال. تمام، هنقلب بقى البقسماط مع الكركم كويس جدا ونتبل البانيه، نغطي البانيه بالطبقه الخارجيه يا حبايبي. خليكم معايا. هناخد يا حبايبي قطعه البانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما فيهاش بقى تفل بصل والمشكله اللي بتعمل لنا ان القشره بتفك منه وهو بيتقلي. الكلام ده ان شاء الله باذن الله مش هنلاقيه خالص مع بعض. هنغطي بقى البانيه بتاعنا كويس جدا بالبقسماط، نغطيه كويس قوي وبايدينا كده. نشتغل بايدينا بقى حبايبي، نضغط كويس جدا على البانيه علشان البقسماط يمسك عليه. ولا هنحط بقى في بيض ودقيق وبقسماط والكلام ده، الثلاث خطوات اللي احنا يعني كنا متعودين عليهم زمان وكده. الطريقه دي بتوفر لك كذا خطوه، وبتوفر لك كمان نوعين كتير جدا انت ممكن تستخدميها وانت بتشتغلي. خلاص اهو كده البانيه بتاعنا بقى زي الفل. انا هخلص كل الكميه ونرجع مع بعض يا حبايبي ونقلي البانيه ونشوف شكله ان شاء الله مع بعض. حبايبي خلصنا البانيه وغلفناه كله زي ما احنا شايفين اهو. هنروح بقى مع بعض ان شاء الله نقلي البانيه مع بعض ونشوف شكله ولونه باذن الله. بصوا يا حبايبي على النار فيها الزيت طبعا، ولما يسخن كويس جدا هننزل بالبانيه بتاعنا. تمام، ما نقلبش البانيه خالص غير لما ياخد لون من تحت
وبعد كده باذن الله لما ياخد لون هقلبه معاكم ونشوف شكله ان شاء الله. وده يا حبايبي شكل البانيه بتاعنا بعد ما خرج من الزيت، لونه ذهبي وتحفه. وعايزه اقول لكم بقى يعني مقرمش من بره وطري من جوه في منتهى الجمال. اتمنى يا حبايب قلبي يا رب ان البانيه النهارده والتتبيله يكون عجبكم بامر الله، وان شاء الله باذن الله تعملوه يعجبكم. وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل جديد يوصل لكم بامر الله. وان شاء الله نتقابل على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.